نتعرف على أسباب إلغاء هدف وسام أبو علي اللي كان المفروض الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى المصري في نهاية الشوط الأول قبل إحراز طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الثاني. طبعا كل اللي اتفرج على الماتش قال الهدف ده بتاع وسام هدف سليم، لأن الكورة جت من مدافع المصري لبن شرقي، فبالتالي لا يحتسب التسلل. ولكن حجة الحكام هي ان تدخل وسام ابو علي على باهر محمدي ولا مش عارف كان مين في اللقطه دي من لاعبي المصري لما لعب الكوره لبن شرقي، التدخل عليه ده خلاه ما يلعبش الكوره وهو مرتاح. معلومه كده بس، حكم الفار اللي رفض انه يطرد جون ايبوكا بعد دهس قدم مروان عطيه وكاد ان يكسرها والغى الهدف ده، حكم الفار مصطفى شهدي ده هو اللي كان حكم الساحه في لقاء فاركو وبيراميدز اللي شهد فوز فاركو على بيراميدز، فكان جاي بقى على الفار يعوض نادي بيراميدز. ولكن الحمد لله ربنا نصر الاهلي رغم انف الحكام.